السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليومين ده بقرا في كتاب اسمه The Story Brand. الكتاب ده تقريبا يعني ممكن التايتل أو العنوان بتاع الكتاب تقريبا معناه إنه كيف تخلي مشروعك يكون زي القصة، لأنه الناس بيتفاعلوا مع القصص كويس. واحدة من الحاجات الظريفة شديدة اللي قريتها في الكتاب ده إنه قال لك الزباين بتاعينك بيعانوا من مشاكل خارجية ظاهرة كويس، ومشاكل داخلية ومشاكل فلسفية. خليني أشرح لك الحاجات دي واحدة واحدة وأديك مثال. المشاكل الخارجية يعني أنت لما تكون بتبيع المنتج بتاعك ده بيحل للزبون مشكلة خارجية واضحة، لكن ورا المشكلة دي دايما بيكون في مشكلة داخلية كويس. حاجة كده بيحس بيها الزبون يعني جوا، يعني ضيق ولا مشكلة نفسية ولا حاجة كده داخلية بيحس بيها الزبون انت المنتج بتاعك ده بيعالجها. وبعد ذاك في بيكون وراها برضو مشكلة فلسفية. أنا عارف إنه الحاجات دي يعني شكلها ما واضح شديد، لكن خلينا أديك مثال. خلينا مثلا نقول في السودان واحد عاوز يعمل له مثلا موقع قول اونلاين في الانترنت يبيع به مثلا الخرفان بتاعت العيد قول كويس. المشكله يعني خلينا نقول شنو حتعمل لك موقع كده وحتخد فيه وحتتاكد انت انه الخروف ده يعني اللحم بتاعه كويس وكده، وحتخد فيه وزن الخروف كويس وتقدير لانه الوزن الصافي حيكون كده ولا وزن الخروف الكامل هو كده. مثلا منتج زي ده انت ممكن تعرضه كيف. الكتاب بيتكلم عن انه كل ما انت عملت دعاية عرضت فيها انك بتحل المشاكل الداخلية بتاعت الناس، المنتج بتاعك بيبيع بصورة احسن او بينتشر بصورة احسن. فمثلا منتج زي ده بيكون فيه المشكلة الخارجية الواضحة انه الزول انك بتحل الناس مشكله خروف العيد، صح انه بيقدروا يشتروا منك خروف العيد، ودي حتحل لهم المشكله بتاعت انه الزول عاوز خروف عيد وانت حلت له المشكله دي. تمام، دي المشكله الخارجيه واضحه شديد صح، بسيطه، لكن بيقول لك ما تستخدم حل المشكله دي كدعايه للمنتج بتاعك. طيب المشكله الداخليه هي شنو؟ الأهم ممكن تكون اللياقه بتاعت السماسره، صح؟ الناس اللي بيمشوا يشتروا خرفان بيشوفوا انه واحده من المشاكل اللي بجد بتضايق الزول انك بتمشي هناك وبيقعدوا بيتخاتموا فيك، صح؟ زول بيقعد بيجرجرك، تعال توصل على النبي كده بارك وما عارف شو، بيقعدوا يجرجروك كده. فالزول لما نقول له امشي يجيب خروف بيكون بس ملوث من الحته دي. يعني انا واحد من الناس دي مشكلتي حقيقه، لما نمشي يقعدوا يتلاقوا فيني، ده يجرك بجاي وده يجرك بهنا وده يجرك بهنا. فدي بتكون المشكله الداخليه اللي انت بتعالجها. فانت يعني ممكن احسن تعمل تسويق بانك بتحل المشكله دي كويس. يعني مثلا ممكن يكون في التسويق بتاعك او في القصه بتاعت المشروع بتاعك انه يا جماعه نحن بنديك راحه البال كويس. انت بتشتري بضغطه الزر بدل ما انك تمشي تقعد تتعامل مع سماسرة يعذبوك وكده. تمام. المشكله الفلسفيه بقى اللي بتكون ورا الموضوع ده برضو انه في واحد بيكون بس ما عاوز مثلا الاحساس بتاع انه هو يتغشى مثلا كويس، او مثلا يعني تلقاه بجد، يعني المشكله بجد بتكون مشكله بتاعت فلسفه كده، انه هو بس ما عايز يغشوه، يعني ما عنده مشكله بتاعت القروش انه يدفع زياده ولا كده، لكن بس ما بيحب الاحساس بتاع انه يتغشى ده. او مثلا ممكن يكون الزول مثلا ما بيحب انه الشوارع تتوسخ مثلا، ما بيحب انه يشوف الشوارع دي مليانه مثلا مخلفات البهايم ربنا يكرمكم وكده، ويكون الموضوع عشوائي وكده. واحد يكون بس ده فهمه، يعني محتاج لانه تكون شوارعنا نظيفه ومنظمه كويس. دي مشكله فلسفيه. فقال لك في الكتاب ده بيقول لك انه كل ما خليت التسويق بتاعك في اتجاه انك تحل المشاكل الداخليه والمشاكل الفلسفيه، التسويق بتاعك بيكون
بيكون أقوى، والمشروع بتاعك بيبقى في شكل قصة أكتر من إنه مشروع تجاري وإنت عايز تتربح من الناس. وزي ما بقول الكتاب، تخلي الزبون بتاعك هو البطل بتاع القصة دي. تمام، نتكلم تاني إن شاء الله يا جماعة في فيديو تاني. يلا في أمان الله، نشوفكم.